سنة 89 مصر صحيت على خبر صادم، حادث غامض للفنانة شريهان وإصابتها بشلل شبه كامل، وبعد دقايق كانت في المستشفى. والتشخيص الأولي كسر في الظهر والعمود الفقري والحوض، وقطع في عصب الرجل اليمين، ودخول العظم في النخاع الشوكي. الأطباء حاولوا ينقذوا الموقف ودخلوها أوضة العمليات، وعملت أكتر من عملية في العمود الفقري، لكن الحالة كانت متأخرة، وبسرعة راحت باريس في طيارة خاصة. ولما الطبيب الفرنساوي قال مفيش أمل تقف على رجليها تاني، كان القرار عملية فوراً، ويمكن تحصل معجزة. واستمرت الجراحة 9 ساعات ونص، وخرجت شريهان على غرفة الإنعاش لمدة يومين، وبعدها قعدت 3 سنين مربوطة بالحزام والخراطيم في كل حتة من جسمها، لحد ما قدرت تقف لوحدها بعد العلاج الطبيعي. ومن يوم الحادثة لحد النهاردة الكل بيدور على المتهم الحقيقي. هل اللي حصل كان حادثة عربية قضاء وقدر، ولا سوزان مبارك، ولا مرات رجل الأعمال حسام أبو الفتوح هي اللي كانت عاوزة تخلص عليها؟ المتهمة الأولى كانت مرات حسام أبو الفتوح صاحب فيديو دينا الشهير، والقصة إن حسام وشريهان كانوا بيحبوا بعض، بس حسام كان متجوز ومراته عرفت فقررت تنتقم، واستنت الفرصة المناسبة لما الاتنين كانوا مع بعض في اسكندرية، وجابت بلطجية ووقفوا شريهان وهي راجعة على طريق مصر اسكندرية الصحراوي، وفضلوا يضربوا فيها لحد ما أغمى عليها وسابوها شبه ميتة. واللي أنقذها سواق معدي شاف واحدة مرمية في دمها، فخدها بسرعة لأقرب مستشفى من غير ما يعرف هي مين. والغريب إن شريهان اعترفت إنها كانت مع حسام أبو الفتوح يوم الحادثة، وفي المحضر الرسمي الوحيد اللي اتعمل برقم 13 أحوال سيدي جابر قالت أنا كنت راكبة العربية مع حسام أبو الفتوح ومدير أعماله وجايين القاهرة. وفي بداية الطريق الصحراوي العربية اتقلبت الساعة 4 إلا ربع الفجر، وحسام قال في نفس المحضر أنا فوجئت بالحادثة لأني كنت راكب ورا ومعايا شريهان، واللي حصل إن عربية نقل كانت جاية عكس ومشغلة العالي، فالسواق بتاعهم انحرف بالعربية ودخل في كوم رمل على الطريق. لكن بشكل مفاجئ شريهان نفت بعد كده كل اللي كان مكتوب في المحضر، وقالت إنها كانت في اسكندرية وعملت حادثة وهي راجعة للقاهرة، بس كانت لوحدها، وسكرتيرها اتصل بحسام أبو الفتوح عشان يجي ينقذها بحكم الصداقة اللي بينهم. والقصة دي كلها والمحضر اختفوا، وانتشرت رواية لحد النهاردة إن سوزان مبارك ورا اللي حصل لشريهان بالترتيب مع صفوة الشريف. والحكاية إن علاء مبارك معجب بشريهان وماشي وراها في كل مكان، وبيحضر معاها تصوير الفوازير والمسلسلات، وبعد فترة طلب يتجوزها، لكن الرئيس مبارك وسوزان رفضوا الموضوع فهدد بالانتحار. وهنا سوزان قررت تحمي ابنها وتخلص على شريهان. رجل المهام الصعبة صفوة الشريف اتحطت الخطة ورموها من شباك البيت، وربنا نجاها بمعجزة. وفضلت الحكاية دي تتردد سنين وسنين. وقت ثورة يناير شريهان نزلت الشارع وساندت الناس بحماس، لكن بعد شوية ظهرت إشاعات إنها كانت بتنتقم من اللي ظلموها. هي نفت وقالت إن الكلام ده كذب، وحكت إنها كانت راجعة من اسكندرية بعد المذاكرة وحصل لها حادثة عربية في الطريق. بعدها اتقال إن حسام أبو الفتوح كان معاها، لكنها أكدت إن علاقتهم عائلية بس، وإن الحادثة كانت مجرد صدفة عادية.